حيتاش المراه كتستعمل واحد السلاح قوي اللي هو النظره ديال الراجل لراسو. الفيمينيزم ما جاتش باش تنصف المراه، جات باش تحارب التمييز الجنسي لكلا الجنسين. شنو هي الاضافه ديال المراه؟ عطي المراه الحق ديال العمل، ديال الدراسه، ديال انها تلبس اللي بغات، والجهه الاخرى نظلموا الراجل والرجال الاخر نظلموا الراجل. وهادشي علاش كنشوف باللي الرجال في المغرب خاصهم يفهموا الفيمينيزم، حيت راه في الصالح ديال بعض النساء اللي كيمتهنوا واحد المهنه معينه كنا كنشوفوهم في النوادي الليليه اولا في الازقه القذره. مؤخرا اللي كنشوفوهم في السوشيال ميديا كيقدموا راسهم على انهم ناصحات للنساء. واش الراجل كتشوفه عارف الحقيقه وكيتغابى ولا ما عارفش؟ بالنسبه لي الراجل خاضع بسبب الجنس. شنو كيبان لك الفيمينيست في المغرب؟ اتس جوك صراحه. ما بغاتش تفهم ليا كيفاش كاينه فيمينيست كتامن بالمساواه في الحقوق ولكن في الواجبات عندها مشكل. فهمتي؟ يعني كيبان لك تناقض في تناقض كبير. كيفاش انت باغياني نتساوى معك في الصالير ديالي، نقرا نخدموا بجوج، ولكن في مثلا اكزامبل في الفيرست ديت اتبغيني انا نخلص. واي يو كانت باي؟ تقول لك حيتاش انت الراجل انت اللي خاصك تخلص. ولكن هذا تمييز جنسي، والفيمينيزم جات باش تحارب التمييز الجنسي. نعم، عندهم واحد الواجبات خصهم يديروهم ولكن ما طبقوهمش، بغاو غير ياخذوا الحقوق. باغيين ياخذوا الامتيازات من الفيمينيزم ومن الاسلام ومن جميع المعتقدات. اي واجبات عليهم باغيين يتخلاو عليهم. اكزاكتلي. الفيمينيزم كتقول هي الفيمينيزم ما جاتش باش تنصف المراه، جات باش تحارب التمييز الجنسي لكلا الجنسين سواء للراجل سواء للمراه. المراه شنو خدات من الفيمينيزم؟ غير الحقوق ديالها، تساوت مع الراجل في الحقوق. اوكي ترونكيل، ما عنديش انا مشكل، ولكن علاش ما تاخديش نفس الواجبات؟ علاش انا مثلا الا تزوجت بها خاصني نوفر انا السكن، نوفر الطوموبيل، وخاصني ننفق عليها، وهي ما دير والو، فلوسها ديالها وفلوسي حتى هما ديالها. فين هو اللوجيك هنا؟ متفقين. هاد الفيمينيست في المغرب واش كتشوفها كتطبق نفس المنطق اللي كاين في الغرب؟ لا ما يمكنش. يعني كاساس، يعني باش نقول الفيمينيزم يعني خصك تاخذ اللي في الغرب نفس المنطق ونفس الواجبات ونفس الحقوق اللي كاينين في الغرب تطبقهم عليك. خاصك تاخذ الفيمينيزم كفيمينيزم كامله، كمنظور شامل للحياه. فهمتي؟ ما خاصهاش تاخذ بارت وتخلي بارت اخرين. بحال مثلا في الاسلام كتاخذ النفقه والصداق وكتخلي لك ان ما ديرش الواجبات المنزليه. فهمتي؟ انها تطيب او لانها تنظف لك حوايجك او لانها تراعي لك ولادك، عندها مشكل في هذه الناحيه هذه. ولكن الحق ديال الصداق لا، هذا ما تخلاش عليه. النفقه لا ما يمكنش. نمشيك لهاد القضيه ديال الصداق. شنو كيبان لك انت في القضيه ديال الصداق؟ لانها تتقول بانها بغات تكون متساويه مع الراجل في الواجب في الحقوق فقط. انا ما كنهضروش على الواجبات، ولكن باقا كطالب بالصداق في الزواج. مشكل، حيتاش الصداق راه تمييز جنسي. علاش تختصيت انا باش نعطي الصداق وما تختصاتش هي؟ حيتاش انا راجل. ولكن راه في الفيمينيزم ما كاينش راجل ومراه، كاين انسان كيشملهم بجوج، الجنسين بجوج. دونك خاصنا ندخلوا على واحد الاسره متعاونين مع بعضياتنا ونساهموا فيها بجوج، سواء بفلوسي سواء بفلوسها، سواء بالنولج ديالي ولا بالنولج ديالها. فهمتي؟ ما كاين لا صداق لا نفقه لا حتى شي حاجه من هادشي. نشوف بالمنطق ديال الفيمينيزم 50-50، يعني خصني نخلص بالنص انت تخلصي بالنص. الواجبات المنزليه انا ندير النص انت دير النص. ما عنديش اي مشكل. يا اكزاكتلي. نعطيك اكزامبل. في واحد الفيرست ديت مع واحد البنت لقيت معها مشكل كبير. قلت لها واش كتامني بالفيمينيزم؟ قالت لي قلت لها that's good, you are a strong independent woman, I respect that. قلت لها you can't pay for your dinner. قلت لها no, you shall be gentleman, you are the man here. Come on, شنو هو اللوجيك؟ you are a strong independent woman, why you can't pay for your shit? بالمنطق تيبان لك داكشي متناقض. واش بان لك انت شي لوجيك في هاد الهضره؟ ما كاينش. كيفاش انت راجل راه you are strong independent woman, pay for your shit or go out, never come back. متفقين. يعني فاش تقول لي النص بالنص وانا متفقه بانها 50-50 مسلكاني، فعلاش غادي امر الراجل ولا تنتظري من الراجل انه يخلص كل شيء؟ انه يخلص ولا يعطي كل شيء. اكزاكتلي. وهاد الفئه هذه راه كبيره في المجتمع وتقدر تشكل حتى ل 90%. حيتاش يا كاين جوج احتمالات: ما فاهمينش الفيمينيزم اولا كيتغاباو. هذا واحد السؤال كنت باغي نسولك، واش كتبان لك عندهم سوء فهم الفكره الاصليه باش جا الفيمينيزم، ولا غير كيتغاباو انهم كيتظاهروا بهذاك الغباء ديال انهم ما عارفينش؟ ولا كيتغاباو. شنو كيبان لك ان فاش تاخذ الحقوق من الفيمينيزم، نهضروا عليك الفيمينيزم انك تاخذ منه الحقوق وما تبغيش دير الواجبات، هنا كاين مشكل. كيتغاباو بالنسبه لي، كيتغاباو. ماشي سوء الفهم اولا ما فاهمينش، حيتاش الفيمينيزم
اي واحد ممكن يطلع عليها ويقرا عليها ويعرف شنو كتعني، ولكن كيتغابى كيبغيو يبينوا باللي الفيمينيزم اللي عايشينها هي الحقيقيه. فهمت؟ باغيين يقنعوك باللي انك تخلص راه فيمينيزم، وانهم ما يديروا والو ويتسناو لا فور ديالك انت راه فيمينيزم، وهذه راه ماشي حقيقه. وهذا الشيء علاش كنتعجب لبعض الرجال كيبانوا انهم ضد الفيمينيزم، وانا في الحقيقه كيبان لي راه هما ماشي ضد الفيمينيزم، هما ضد الفيمينيست ديال المغرب. حيت الفيمينيزم بحال قلتي ما كاينش شي معتقد اكزاكتلي ضامن لي الحقوق ديالي والحقوق ديال المراه اكثر من الفيمينيزم. متفقين. ولكن الفيمينيست ديال المغرب بينات الفيمينيزم انها غلطه، بيناتها واحد الحاجه قبيحه جدا. علاش؟ حيت كتقول لي انا خاصني نخلص وهي ما دير والو، وفين هي الفيمينيزم هنا؟ تناقض باين وواضح، ما يمكنش 100%. وهذا بحد ذاته راه غباء. بغيت نسولك، ذكرتي بانه بعض الرجال كيدافعوا، ولكن مؤخرا كنشوفوا بعض الرجال واللي واحد راه ممكن تعرفوا خرج بواحد الوريل تيقول فيه بانه كينصح العيالات بانه ما يمشوش مع راجل اللي كيامن بال 50-50 ديال شنو كيبان لك ما تزوجيش صحاب ال 50-50 اكزاكت. الصراحه انا كون قريت شنو كيبان لك فيه الصراحه انا داكشي اللي قال في ذاك الريل كون قريته كارتيكل ولا قريته في شي بوست ما كنتش غنتوقع باللي قالوا راجل، كنت غنتوقع 100% قالته مرأة. حيت الطريقه باش كيهضر ديال اختي عندك تزوجي صحاب ال 50-50، وهي في الحقيقه راه ما كاينش شي راجل كيامن بال 50-50. في طوال تاريخ البشريه كانوا الرجال قوامين بالنساء، كانوا قائمين بالاسرات ديالهم، كانوا كيصرفوا على العائلات ديالهم، كانوا كيخرجوا للصيد اكسترا. من بعد ما طبقات المساواة في الغرب وخرجوا بالمعتقد ديال الفيمينيزم، المرأة تبنات هذا المعتقد والراجل حتى هو تبناه، ما بغاش يبان خايب ضد المرأة وضد الحقوق ديالها في نظرهم كما كيشوفوا. اكزاكتلي قال لهم اتس اوكي ويلكم تو ذا فيمينيزم، يعني قابل بالفيمينيزم. اكزاكتلي. من بعد الراجل اكتشف باللي الفيمينيزم ما طبقتش كيف ما روجوا لها في الاول، حيت جات كتحارب التمييز الجنسي الفيمينيزم. ولكن الراجل وقع في واحد البروبليم، كيقول كيفاش كاين الفيمينيزم ولكن باقي خاصني انا نصرف ونوفر السكن ونوفر الطوموبيل وندير كلشي. جيدي تحارب التمييز الجنسي اللي وليتي هو كدير. دونك خرج كيطالب بابسط الحقوق ديالو في الفيمينيزم، بحال نقولوا استولوا على الحقوق ديالو بهذا المعنى. الراجل ما طالبش بال 50-50، الراجل طالب بالفيمينيزم طبق كيف ما روجوا لها في الاول. متفقين. دونك كيخرج واحد الانسان بحال هذا اللي لوك لايك لوزر يو نو. كاين الماني، ولكن كي كنقول لك الماني كتنفع في كل شيء الا في بعض الحالات منهم هذا فاش كتكون ضعيف. اشرح لي. كتكون ضعيف وكتحاول تغطي على الضعف ديالك بالفلوس، فهمتي؟ لايك هيز فاكين فات. وهذا مشكل بالنسبه لي. انت كيفاش هو كيبان لك زعما؟ كيبان لي ما فاهمش انطلاقا من داكشي اللي خرج. كيبان لي ما فاهمش حتى على شنو كيهضر، حيت انك تخرج وتقول اختي عندك تزوجي صحاب 50-50، هذه كنتوقعها انا من ومن ما كنتوقعهاش منك انت. نعطيك اكزامبل، واحد الشخص داير ضجه كبيره دابا في المغرب، اينشتاين ديال المغرب. هو كيتعتبر ناشط حقوقي، انا ما عندي حتى شي مشكل ناشط حقوقي، ولكن في المقابلات ديالو كيبان لي انه داعم للانثى اكثر ما انه داعم للجنسين. مثلا كيحارب لاجل ان المراه تقرا وتخدم وان تكون عندها حريه في الحوايج ديالها، وحنا ما مختلفينش جود. ولكن علاش ما عمرو خرج هضر على الصداق اللي هو واحد الحاجه مطالبين بها الراجل وما مطالبينش بها المراه؟ اكزاكتلي. ولا النفقه، علاش عمرك خرجتي قلتي الصداق ظلم للراجل، النفقه ظلم للراجل؟ علاش مثلا فاش كتطلق الرجل والمراه ديالو كيعطيو الحضانه الام غير كونها انثى؟ ماشي كيعني انها الاصلح للتربيه، مثلا يقدر يكون الراجل هو الاصلح لانه يربي الولد، ولكن كيعطيوها للمراه غير كونها مراه، فهمتي؟ وهذا راه تمييز جنسي. اكزاكتلي. يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتاكد على شي على انها الاصلح، شي امتياز عندها باش ولكن علاش ما كيهضرش على هذه المواضيع؟ دونك هو عنده مشكل كبير، نقدروا نقولوا كيتغاضى عليهم ما كيتغابى كيف قلنا في الاول. اكزاكتلي. هنا كيبين لنا باللي هو ماشي مع الفيمينيزم كفيمينيزم، هو مع المراه، هو باغي المراه تنصاف وتاخذ كل شيء ويبقى الراجل بلاش. وهذا راه عكس اللي جاي يعالج الفيمينيزم. متفقين. اكزاكتلي. الفيمينيزم عكس هذا الشيء، انه يساوي بين الجنسين. اكزاكتلي. دونك الوصف ديال الناشط حقوقي كتبان لي ماشي مناسبه ليه كاع. الوقت اللي غادي يخرج ويكون منصف وينصف الرجل والمراه في المجتمع المغربي
غادي نحترمو حتى انت غادي تحترمو بلا شك. كاينه حتى واحد مؤثره نقدروا نقولوا مؤثره هي في الديار الخارجيه الامريكيه كتنصح مؤثره بين قوسين ياك مؤثره بين قوسين حيت ما تقدرش توصف بشي وصف اخر اللي هو في الاصل ما تقدرش تقوله اصلا. شنو كيبان لك وراه ربما انت عرفتيها 100% عرفتيها. هي كاينين بزاف دابا كاينين النسخ من بعضياتهم كيتبنوا نفس وجهه النظر فهمتي هما نسخ. شنو كتشوفها يعني بالخرجات ديالها ولا بالليرين اللي كدير معاديه للراجل. انت كتامل بالفيمينيزم ولكن كتنصح بنات اللي هما مغربيات حنا كنناقشوا في المغرب مغربيات باش انهم يامنوا مثلا كنقولوا بال50 50 وبانهم نفس داكشي اللي كيدير الراجل تقدر ديروا المراه يعني بمفهوم ديال الفيمينيزم. ولكن كنشوفها كدير العكس في النصائح ديالها كتحاول تحرض المراه على الراجل باش انه هو يصرف وانها تزوج به حتى تدوز مده معاه انها تولد من بعد انها تطلق باش تطالب بالنصف ديال الثروه ديالو. يعني شنو كيبان لك في هذا الشيء اللي هو عكس الفيمينيزم اللي هي كتامن به واللي كتقول انها كتامن به. خرجت شحال مره كتقول انا كنامن بالفيمينيزم غادي زعما نجاوب عليها وفي نفس الوقت كتجاوب على كاع دوك النسخ اللي بحالها حيت هما راه واحد الفئه كبيره سواء خارجين للسوشيال ميديا اولا كيعيشوا مخبيين. قبل عقود كنا كنشوفوا بعض النساء اللي كيمتهنوا واحد المهنه معينه كنا كنشوفوهم في النوادي الليليه اولا في الازقه القذره. مؤخرا اللي كنشوفوهم في السوشيال ميديا كيقدموا راسهم على انهم ناصحات للنساء وهما هادو هما في الحقيقه ما كيتبناو حتى شي فكره من غير داك الامتهان ديالهم اللي كانوا كيمتهنوه اللي كان اكزاكتلي ولاو كيمتهنوه في السوشيال ميديا وكيحرضوا النساء انهم يمتهنوه. حيتاش الهضره اللي كتهضر على هاد البنت هادي ما عندها حتى شي علاقه لا بالفيمينيزم لا بالاسلام لا حتى شي حاجه اخرى عندها علاقه بالمهنه السابقه ديالها ذات سات. كتبان لك ان باغيهم غير يوصلوا غير يخرجوا حتى هما يوليو بحالها مثلا. اكزاكتلي راقصه هي بين راقصه اكزاكتلي دونك هذيك باينه ما عندهاش علاقه بالفيمينيزم كاع. كتشوفها هي السبب الاصلي ان كنشوفوا بعض البنات اللي خرجوا على الطريق هي سبب من الاسباب. هي كتحمل المسؤوليه وكاينين بزاف ديال الناس كيتحملوا المسؤوليه في هذا الفكر اللي عندنا في المغرب ديال ان المراه داخله بواحد الفكر انها تستغل الراجل. تخيل معايا مؤخرا سمعت واحد البنت كتقول لك الراجل الا ما صرفش شنو غادي ندير به. ولكن الراجل في المقابل ما يقدرش يقول بحال هذه الهضره لان الراجل كيشوف المراه ككيان كواحد المراه غادي يلتجئ لها في الوقت كونها مرأة ديالو اكزاكتلي. ولكن المراه كتشوفو كماني كفلوس يعني واحد الاله كتلبي لها الرغبات ديالها فقط. وهذا مشكل كبير وما فهمتش كيفاش الراجل حاليا في المغرب ما قدرش يستوعب كميه الظلم اللي كيتعرض ليه في المجتمع. ما قدرتش نفهم واش كيتغابى حتى هو او لا عجبو الوضع. الا كان عجبو الوضع هذا راه مشكل كبير والا كان كيتغابى راه جوج مشكلات كبار. بغيت وجهه النظر ديالك واكد لي عليها. واش الراجل كتشوفه عارف الحقيقه وكيتغابى ولا ما عارفش يعني كنقولوا عليه واحد الستار ولا واحد الحاجه اللي مخبيه ليه الحقيقه؟ بالنسبه لي الراجل خاضع بسبب الجنس. دونك الجنس هو اللي كيتحكم في الراجل حاليا والانظمه العالميه عرفوا كيفاش يضعفوا الراجل عن طريق الجنس. دونك الراجل خاضع للمراه بسبب الجنس فهمتي. هو عارف الحقيقه عارف بلي داكشي اللي كيدير راه ماشي هو راه غلط ولكن لاجل الجنس كيبقى في داك الخضوع ديالو. طيب نقدروا نقولوا خداو الجنس كسلاح اللي هو سلاح مؤثر اللي كنشوفوا دابا كوارث حاليا في المغرب. راه كوارث حرفيا كوارث كبيره حرفيا. ملي كتشوف راجل كيدافع على النساء اللي هما في نفس الوقت كيهاجموا رجال اللي بحاله فكيفاش غتشوف هذا الراجل هذا؟ واش تعتبروا انت باقي راجل؟ انا ما كنشوفوش راجل وهذه تحت مسؤوليتي ووجهه نظر خاصه. ما كنشوفوش راجل فهمتي. يعني نقدروا نقولوا انك كراجل تدافع على المراه مثلا انها تعطيها واحد الحقوق اللي محيدين لها ممكن ولكن باش ان تحيد لها الحقوق وتخلي الواجبات فقط على الرجال هذا راه فرق كبير. اكزاكتلي حنا راه مع الفيمينيزم اللي كتحارب لاجل المراه ولاجل الرجل في نفس الوقت. حنا ضد اللي كيستخدموا الفيمينيزم غير على قبل المراه فقط. نعم. فهمتي ما يمكنش تستخدم الفيمينيزم غير مع المراه
عطي المراه الحق ديال العمل، ديال الدراسه، ديال انها تلبس اللي بغات، والجهه الاخرى نظلموا الراجل. والجهه الاخرى نظلموا الراجل. حيت راه قلت لك شنو وقع لي في الفيرست ديت، قالت لي شولد باي بيكوز يو ار ذا مان. هذا راه تمييز جنسي. متفقين. كيفاش ام ذا مان؟ ما فهمتش. You are strong independent woman. Why you can't pay? You should pay. Why I should pay for your stuff? علاش غطالبني انا نكون مثلا عندي طوموبيل ولا عندي دار؟ راه الدار خاصنا نديروها بجوج، الطوموبيل خاصنا نديروها بجوج، خاصنا نساهموا في كل شيء. متفق. وانا ما عنديش مشكل انني نساهم داخل البيت، انني ننظف. انا اصلا كنظف حوايجي بوحدي وكنطيب بوحدي، دونك هذا ماشي مشكل غادي نواجهه. وهادشي علاش كنشوف باللي الرجال في المغرب خاصهم يفهموا الفيمينيزم، حيت راه في الصالح ديالو. حيت الرجال في المغرب اون جينيرال كلشي كيعرف يطيب، كلشي كاينه ماكينه الصابون تقدر تصبن حوايجك بوحدك، تقدر دير كلشي في العزوبه ديالو. راه هادشي كامل كان تيديروا، راه ما محتاجش انه اكزاكتلي. دونك شنو هي الاضافه ديال المراه؟ ما كايناش. ولكن الاضافه ديال الرجل عند المراه هي الانفاق. غادي ينفق عليها. ايماجين معايا ان الراجل كيخدم حياته كامل غير باش يكون قادر على الانفاق على راسه. دونك الراجل ماشي سيرفايفي. الراجل اللي ما كانش قادر انه ينفق غينقارض ما غيبقاش. دونك كيحارب الوجود ديالو باش ينفق. شنو كيدير؟ كيدخل معاه واحد المراه وكيضمن لها المستقبل ديالها. دونك هذه راه اضافه كبيره بالنسبه للمراه. ولكن فكر في المقابل شنو هي الاضافه اللي كتعطيك المراه؟ ما غاديش تلقى. اتس امبوسيبل انك تلقى. نقدروا نقولوا الجنس فقط. شنو اللي كيبان لك انت كاضافه؟ حتى الجنس الصليه بالضبط. ها الجنس قادر انك تحصل عليه بطريقه او باخرى. 2025 الراجل قادر يحصل على الجنس بطرق على متعدده. اكزاكتلي. دونك راه ماشي اضافه اصلا. دونك الراجل كيشوف في المراه واحد الكيان محتاج واحد الطرف خاص يكون في حياته، ولكن المراه ما كتشوفش بنفس الطريقه، وهذا مشكل كبير. كتشوف هذه النسويه اللي كاينه دابا، كنهضر لك على الفيمينيست اللي كاينين في المغرب، واش كتشوفهم ضروريين بهذا الفكر ديالهم؟ كتشوفهم ضروريين بهذا الفكر ديالهم في المغرب؟ كنشوف باللي خاصهم ينقرضوا، حيت مسببين مشكل كبير. الحقد اللي واقع ما بين النساء والرجال في المغرب راه بسبب هاد الافكار اللي بالتالي خرج لنا الريد بيل وخرج لنا البلو بيل والبلاك بيل. يعني هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاهم يخرجوا. المراه الا تصالحات مع راسها وتصالحات مع المعتقد اللي كتبناه غيتحلوا كاع المشاكل. ولكن المراه ما قادراش تبنى الفيمينيزم. هذا هو المشكل. ما قادراش تكون فيمينيست، ما قادراش تكون سترونغ اندبندنت وومن. هذا هو الاشكال اللي مخلينا. هذا هو الاشكال الكبير. نقدر نعطيك واحد المثال لا غادي يضحكك بزاف. واحد البنت كانت في النايت كلوب كيسولها واحد الدري على الاساس شكون اللي خاص يخلص في الفيرست ديت، شكون اللي خاص ينفق عليها. قلت لي الراجل اوف كورس. قال لها علاش؟ قالت لي حيتاش الاسلام. ما عرفتش واش التناقض كيديروا، ما عرفتش غريب. الاسلام قال للراجل انه خاصو ينفق. واو يو ار صراحه واو. التعبير اللي خصك تعبر به هو واو. لا زعما انا بقيت غير كنشوف. خاصك تفهم واحد البلان. هي راه ماشي مكلخه ولا ستوبيد ما فاهماش، ولكن كتغابى. هذا هو السلاح القوي عند المراه انك تتغابى. قادر تربحك عارفه الحقيقه وعارفه كل شيء بالمنطق. يعني بالمنطق عارفه المنطق شنو كيقول. دونك ايماجيني معايا شافت في الفيمينيزم الحق ديال انها تكون بحال الراجل في جميع الحقوق. ولكن الواجب. وشافت في الاسلام حق الانفاق. جمعتهم بجوج وخرجت لنا واحد الكائن. هذا هو الاشكال. تقدر توصف لي اكثر اش من كائن زعما كيعبر بالضبط على المراه؟ لانك كتاخذ من الاسلام حقوق وكتاخذ من الفيمينيزم حقوق، ولكن الواجبات ديال الاسلام ما كيداروش. طفيلي لا طفيلي هو الحاجه الوحيده اللي كتغدى على غذاء حيوان اخر اللي بالتالي هو اللي كيحارب الاجلة 100%. حيوان كيمشي كيقلب على الاكل مثلا ديالو، ولكن الطفيلي اللي كيكون على الذات ديالو كيتغدى، نقدروا نقولوا كيتغدى من هذاك الشيء اللي حارب الاجل داك الحيوان الاخر. هذا هو دابا انت هنايا وصفتي لي الفيمينيست ديال المغرب. هذا الوصف هذا وصفتي لي. دونك كاين واحد التشابه كبير بيناتهم، لانك باش تطبق على واحد الراجل واحد مجموعه ديال الواجبات خصو يلبيهم ليك، ولكن الواجب اللي خصك انت تلبي في المقابل بما انك تامن بال50-50 ما كديروش. فين هو المنطق؟ فين هو اللوجيك؟ ما كاينش. ما تقلبش على اللوجيك في هذه الطفيليات. وهذا هو الاشكال الكبير. لا الصراحه ما كنشوفش باللي كاين عنده حل. هذا الصراع غيبقى ما غيساليش، حيت المراه كمراه تبرمجات على هذه الفكره هذه من الطفوله ديالها
كتقول لها الام ديالها ما ديري والو، انت راه في واحد اللاج غيجي واحد الراجل غيدير لك كلشي. دونك هي غاده بهذه الفكره هذه، ولكن العالم تبدل. خرجت الفيمينيزم، قدرات تقنع المراه بانها تخرج لسوق الشغل وتكون بحال الراجل، ولكن ما قدرش تخرج من الفكره اللي زرعت ليها الام ديالها في راسها ان الراجل غيجي يعطيها كلشي وهي برنسيس. كتشوف واش في الاصل راه كانوا عندنا فيمينيزم في المغرب، ولكن غير ما بغيناش نشوفوا الحقيقه. يعني فاش نقولوا هذه الام هذه مثلا اللي كتامن بالفيمينيزم بلا ما تعرف، لربما بلا ما تعرف انه راه كاين ككيان، يعني بلا ما نحتاجوا اننا نستوردوا من الغرب، راه كاين عندنا في المغرب. حيتاش دابا نشرح لك. دابا الفيمينيزم هي بحال قلتي فطره، واحد الحاجه كتخلق فيك. انا نعطيك اكزومبل ساهل. دابا واحد البنت خدامه عندها واحد الصالير ديال 7000 درهم، واحد الدري خدام عنده صالير ديال 7000 درهم، تزوجوا. واش ما كتشوفش من الفطره انهم يجمعوا الصاليرات ديالهم وينفقوا على الاسره ديالهم؟ كتشوفها لوجيك وسهله على العقل. ولكن بالمقابل واش كتشوف باللي المراه تهز 7000 درهم ديالها تخليها عندها وتاخذ 7000 درهم ديال الراجل وينفقوا منها بجوج؟ واش كتشوف هذه الفكره هذه لوجيك شويه منطقيه؟ استغلال. اكزاكتلي استغلال واضح. دونك راه مخالفه للعقل ومخالفه لانسانيه الانسان. وفي الغرب هما ضد هذه الفكره هذه، ولكن في المغرب عندنا هذه الفكره هذه. هذا هو الاشكال، لانهم كيعطوك امثله بالغرب اللي هو في الاصل ضد. لا الغرب عاطي حقوق اكثر للمراه، لا الغرب نقدروا نقولوا مقدس المراه. ولكن فاش كنشوفوا في الغرب راه مثلا دي وحده نسويه في المغرب تمشي تتزوج بواحد من الدول الغربيه، راه غادي يطبق عليها 50-50 بزاف منها. وراه كنشوفوا امثله كيخرجوا مواقع التواصل الاجتماعي بزاف كيتشكاو انهم راه طبقات عليهم 50-50. الدار يقدروا يديروا نفس الواجبات بالنص، وهذا هو الاشكال، عكس اللي كيدار في المغرب. مشكل كبير الصراحه. واش كتشوف الراجل المغربي ضعيف لهذه الدرجه انه هو باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا، حتى الراجل في الغرب باقي كيتعرض لهاد الضغوطات هادو من قبل المراه، حيت المراه كتستعمل واحد السلاح قوي اللي هو النظره ديال الراجل لراسو، والفكره اللي عنده ازلا اللي هي انه راجل خاصو يدير كل شيء. دونك الراجل عنده واحد النظره لراسو انه هو اللي خاصو يدير كل شيء، وهذا ماشي مشكل. ولكن حنا كنهضروا على الفيمينيزم جات قالت لك انت بحال المراه. الراجل شنو قال نو بروبليم، انا بحال المراه. دونك pay for your dinner. اوكي نو you should be gentleman. هو راه ما خرقش القانون، راه هذا هو الاشكال. ما خرقش القانون، ولكن شنو الجواب ديال الومن؟ you should be gentleman. you are the man. انت راجل خاصك تصرف. واش بغيتي المراه تصرف عليك؟ شكون اللي قال لك انا بغيت المراه تصرف عليا؟ صرفي غير على راسك، خلص غير العشاء ديالك. انت مامنه به نمشي معاك فيه. هذاك الشيء باش مطالب هو اللي كندير. شنو هي نصيحتك للرجال في المغرب اللي قلتي قبيله انهم كيبانوا لك ضعاف لهذه الدرجه، انهم متقبلينش ولا اللي متقبلين عادي؟ الراجل خاصو غير يفهم الوضع ديالو، غير تفهم الوضع ديالك كراجل وانك كتعرض للاستغلال والظلم غادي تفيق. المشكل الكبير هو ان كاينه واحد الفئه ما واعياش اصلا انها كتستغل. كيصحاب ليه هو راه حياته هكاك خاصها تكون، كيصحاب ليه باللي راه هو خاصو يكون ضعيف بحال هكاك، خاصو يخضع للمراه بديك الطريقه. كيشوف انا داكشي مفروض عليه ولا؟ تخيل معايا كاين مثلا واحد دابا كتقول ليه صاحبته خاصني 5000 درهم بغيت نشري شي حاجه، كيصيفط لها 5000 درهم، كيصيفط لها 10000 درهم، كيصيفط لها 20000 درهم. واش انت هادي عقلك كيتقبلها؟ لا، استغلال واضح. هذا هو الاشكال. هو راه ما واعيش او لا واعي وفي نفس الوقت خاضع بسبب الجنس 100%. حيتاش اخر هضره كنا هضرنا بان الراجل تتسيطر له على الوعي ديالو. مثلا جوج في واحد العلاقه كتقدر المراه تطلب منه شي حوايج اللي يقدر يلبيهم ليها عادي وتبان ليه الامور عاديه، ولكن واحد الشخص خارج ديك العلاقه تيبان ليه استغلال. في نفس الوقت اذا سولتي الراجل اللي تستغل يقول لك عادي ما طرات حتى شي حاجه، ويقدر يعطيك تبريرات. هذا هو الاشكال 100%. حيت دابا اي واحد يقدر يقول بل الراجل فاش كيكون خارج المنظومه ديال انه مع بنت يقدر يتصرف كراجل برجوليه، ولكن الا تحط في موقف مع المراه كيرجع ضعيف. وهذه انا متفق معها من ناحيه ومن ناحيه اخرى، حيت الا كنتي الراجل بصح وعندك واحد النظره ثابته للموقف، عندك واحد الموقف ثابت، غتصرف بنفس الطريقه، سواء كانوا جالسين معنا دابا 5 ديال البنات 3 2، سواء كنت متمكن من الموقف ديالك. حيت هضرت لك على ديك الفيرست ديت، كان الفيرست ديت وهضرت معاه بنفس الطريقه، وداك الشيء كنامن به مع جميع الناس. صافي يعني امن بواحد وجهه النظر خاصها تطبق. هذه ماشي وجهه النظر، هذا الشيء اللي خاصنا نوصلوا، حقيقه هذا الشيء اللي خاصنا نوصلوا للبنادم. هذه ماشي وجهه النظر، هذه حقيقه مطلقه. باش الحقيقه هي اللي كاين واحد الحاجه سميتها الفيمينيزم. ما كايناش فيمينيزم 50%،
30% 20%. كاينه فيمينيزم وجهه نظر شامله للحياه كامل. اكزاكت. دونك خاصك تاخذ الفيمينيزم تطبقها كيف ما هي. الفيمينيزم ما جاتش باش تدعم المراه، راه كاينين واحد الرجال مكلخين كيصحاب لهم بلي الفيمينيزم جات باش تضمن الحقوق للمراه فقط. الفيمينيزم جات تنصف كلا الجنسين، تساوي بين كلا الجنسين. غير المراه خدات الفيمينيزم باش تنصفها غير هي بوحدها، متفقين باش انها تاخذ غير الحقوق فقط. اكزاكتلي. والمشكله ان كاينين بعض الناس كيتبناو الفيمينيزم رجال بحال اينشتاين ديال المغرب، متفقين، وكيسوق للفكره ديال ان الفيمينيزم راه جات غير من اجل المراه ماشي من اجل كلا الجنسين. ما كيهضرش على شي حق عند الراجل كاع. يقدر هو يكون ما فهمش الفكره الاصليه علاش جا الفيمينيزم. لا فاهمها اوف كورس، هذا هو الاشكال، ولكن كيتغابى بزاف. حتى هذاك هو نقدروا نقولوا اللي كان خرجوا قال واش هادو خاضعين للسيطره، زعما باش نقولوا يعني مسيطر عليهم، يعني راه ما عندهمش شي مشكل مع التناقض اللي دايره النسويه في المغرب. هما مع داك التناقض وكيتبناوه، هما اصلا طايحين في تناقض، حيت واحد في المقابلات ديالو كاملين كيهضر غير على داكشي اللي كتعرض ليه المراه، وما كيهضر على حتى شي حاجه عندها علاقه بالرجل. واش هذا بصح ناشط حقوقي او لا هذا في صف المراه فقط؟ اي هو خلق لاجل المراه. راه كاين مشكل كبير. ونقدر واحد القضيه كتيرني الصراحه، هي ميبي الامثال ديال اينشتاين ديال المغرب والنسخ الاخرين، ميبي حيت الراجل ما خرجش كيهضر على الحقوق ديالو، صحاب لهم بلي راه ما عندوش مشكل كاع. هذا اشكال اخر، فهمتي؟ صحاب دابا مثلا منين شافوا الرجال ما خارجينش كيقولوا اكزاكتلي، قالوا راه واقيلا حنا هذا الشيء راه عادي. باش الاغلبيه كمل، حيت راه ما سبقش شفت راجل مثلا كيقول ما خاصش نعطي للمراه الصداق. دونك منين ما خرجش الراجل قال ما خاصش نعطي للمراه الصداق، صحاب لهم راه عادي، صحاب لهم الراجل راه متقبل الوضع، صحاب لهم راه داك الشيء راه عادي، واقيلا جزء من الفيمينيزم. لا، الراجل راه غير باقي ما استوعبش، الراجل في المغرب باقي ما استوعبش الفكره، باقي الضرب قدام عينيه اكزاكتلي. وديك البلان ديال النفقه هو باقي ما استوعبوش، والحضانه باقي ما استوعباش. الوقت اللي غيستوعبها غيخرج غيجمع داك الشيء كامل. مزيان بلي جبتي هذه الفكره. شنو هي الرساله اللي تقدر توجه دابا الراجل كيشوف فيك؟ الرساله وجهناها ليه من قبيله، دونك الرساله كانت واضحه من قبيله. الا كان بغى يدير واحد لافور انه يجبدها ويفهمها، راه الحقيقه دابا واضحه قدامه. الا بغى يتبناها كيتبناها، ما بغاش يتبناها. وانا كنشوف بلي راه بزاف كيتبناوها غير حشمانين منا، مع ان هي الحقيقه، ولكن بكثر الضغوطات في المجتمع من قبل النسويات ولاو كيشوفوها انها ماشي حقيقه، ولا ما يقدروش يخرجوها للواقع. لان كنشوفوا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي واحد السيطره كامله من النساء عليها. ما كنشوفوش الرجال مثلا كيدافعوا ولا كنهضر انا اللي كيقولوا الحقيقه بلا ما نقولوا كيدافعوا، ولكن كيقولوا الحقيقه. ما كاينينش بزاف، ما كاينينش. وهذا الشيء اللي انت راه ما ملزمش اصلا باش تدافع، ما ملزمش فقط تقول الحقيقه وتثبت بها. وهذا الشيء اللي خلى انهم يكونوا هما اللي مسيطرين اكزاكتلي، يطغاو، خلاهم يطغاو ويوليو نشوفوهم غير هما، ولات الحقيقه عليها الضبابه. وهنا فين جا الدور ديالنا حنايا، فين نبينوا للناس الحقيقه ديال هذا الموضوع هذا بالتحديد. جينا نوريهم الحقيقه اللي هي واضحه، كيتغابوا باش انهم يشوفوا. هذا هو الاشكال. راه ماشي المشكل في انك ما عارفهاش، ولكن كتغابى عليها، انك تشوف الحقيقه وما تقدرش تقولها. هذا راه اشكال كبير الصراحه. يعني ما عندكش حتى شي عذر انه مثلا تقول لي ما كاينش كيفاش انني نواجههم بالحقيقه. راه اشكال ما كاينش حتى شي عذر عندك كاع، ما كاين حتى شي مبرر، وما كاين حتى شي عذر لهذا. وكاين واحد المشكل اخر اللي انا كيعصبني بزاف، هو كتلقى بنت كتبنى الاسلام كمنظور شامل للحياه، وفي نفس الوقت كتدافع على الفيمينيزم، او لا هي فيمينيست وكتدافع على الاسلام. علاش ما تقدرش تلتزمي بوجهه نظر الحياه وحده؟ علاش كتبني جوج وجهه نظر مختلفه وكتدمجيهم مع بعضياتهم اللي هما عكس بعضياتهم عكس بعضياتهم؟ راه هادشي اللي مخرجين التناقض في المغرب. مشكل وحده كتامن بالصداق وكتامن بالفيمينيزم. وات فاك، راه عقليه بلونط انا بعدا. فاش تكون تامن بجوج وجهات اللي هما في الاصل ضد بعضياتهم. انا كنشوف باللي بنادم في المغرب والله الا عنده ازمه الوعي ولا ما فهمتش، خاصو يجلس مع راسو يتصالح غير مع راسو، جلس فكر غير شنو بغيتي تكون.